حياكم الله. بينما الأجواء موتورة في الحسكة وغمام الريبة يخيم على جميع الأطراف في المنطقة، تنظيم جديد للدفاع عن عروبة الجزيرة ووحدتها مع الأراضي السورية. من يقف وراء التنظيم؟ ما مدى ارتباطه بالأحداث الأخيرة أو ربما بالنظام؟ كيف تلقت الوحدات الكردية هذه الأنباء وهي تخوض أعتى معاركها مع تنظيم الدولة؟ هل العمليات الانتقامية بحق الأسر العربية أوجدت أفعالا انتقامية بالمقابل؟ في ملفنا الثاني، معطى جديد في الرياض بينما أردوغان يعتمر حول الكعبة، هل يغير المعادلة العسكرية للثورة التي دائما حصيلتها صفر؟ ما رشح عن اجتماع الرئيس التركي بخادم الحرمين قليل إلا أن الطرفين اتفقا على نقلة نوعية في دعم المعارضة تحدث فرقا ملحوظا. كيف ومن يشد من إلى طرفه أو إلى أسلوبه في هذا الدعم؟ وأي اتفاق يرجى؟ هل هو قابل للتعميم على حلفاء الطرفين المقصود القاهرة والدوحة؟ في تفاصيل بعد لحظات. أهلا بكم. أعلن في بيان عن تشكيل تنظيم الجزيرة العربية سورية، وجاء فيه أنه موجه لأبناء الجزيرة السورية عامة ومحافظة الحسكة. ينقل خبر تشكيل تنظيم جديد في محافظة الحسكة يحمل اسم الجزيرة عربية سورية، يعمل على الحفاظ على الوجه العربي في المحافظة وعلى وحدة أراضي الجزيرة السورية كاملة. التفاصيل في التقرير. تداولت مواقع إخبارية ونشطاء بيانا عن تشكيل تنظيم في منطقة الجزيرة للحفاظ على شكلها العربي وحماية وحدة أراضيها، لكن من يقف وراء هذا التنظيم وما مدى ارتباطه بالأحداث الأخيرة؟ يرجح ناشطون من لهجة البيان أن تكون المجموعات التي تشكل التنظيم الجديد هي ذاتها ميليشيا النظام العربية في الحسكة والمنطقة عموما، تستغل الجو الموتور لتنفذ عمليات ضد أطراف منها الوحدات الكردية، وقد كانت هاجمتها بالفعل في وقت سابق بمساندة طائرات النظام ومدفعيته. أما الآن فجميع الأطراف في المنطقة في ريبة من بعضهم البعض، ربما هو جو مثالي لخلط الأوراق أكثر وإراقة مزيد من الدماء. على العموم لا يمكن التأكد بعد من طبيعة هذا التنظيم، أو إن كان تنظيما ثوريا يجاري الأحداث الأخيرة دفاعا عن العائلات العربية والهوية العربية، التي يؤكد ناشطون أن الاقتتال الدائر في الحسكة ضحيته غالبا سكان عرب لا ناقة لهم ولا جمل، لكن لهجة البيان توحي بأنه تنظيم عسكري سيواجه الوحدات الكردية تحديدا، ويقول إنه سيحافظ على وحدة الأراضي تحت علم الجمهورية العربية السورية ودستورها وقوانينها وقيادتها، وإنه سيحافظ على ثروات المنطقة ومواردها الاقتصادية وإدارتها واستثماراتها من قبل مؤسسات الجمهورية العربية السورية وبقوانينها، كما سيحافظ على التعايش السلمي بين جميع مكونات المنطقة من عرب وأكراد وآشوريين وأرمن وسريان. وإن كان يرجح ناشطون أنها ميليشيا جديدة للعشائر المرتبطة بالنظام، فهل يعني ذلك أن الاقتتال الدامي الذي كان قد أشعل منذ أقل من شهر بدأ يعود مجددا، بينما الوحدات الكردية على جبهة لا يستهان بها مع تنظيم الدولة؟ وما مصلحة النظام في ذلك؟ ومن المستفيد من هذا التنظيم؟ وما هدفه فعليا؟ أم أن العمليات الانتقامية الأخيرة ستولد بطبيعة الحال أفعالا انتقامية بالمقابل؟ نناقش الملف مع ضيوفي حسين جلبي الحقوقي والكاتب الصحفي ضيفي من هامبورغ من ألمانيا. أهلا بك أستاذ حسين. مضر الأسعد كاتب صحفي ضيفي من أورفا. أهلا بك أستاذ مضر. مهند القاطع ناشط حقوقي من اسطنبول. أهلا بك عبر الهاتف. أبدأ معك سيد مضر الأسعد. في البداية برأيك من يقف وراء هذا التنظيم؟ بصراحة أقول أولا قبل أن نتكلم في هذا الموضوع لابد لي أن أقول الرحمة على شهداء الثورة السورية، الحرية للأسرى، الشفاء للجرحى. بصراحة هذا المنشور هو من طبع النظام
الغادر بأن يزرع الفتنة بين مكونات محافظة الحسكة، وهو التي أشعلها سابقا من خلال دعمه لعناصر البيدة وتنظيمه لبعض العصابات الأخرى، إذا كانت من شبيحته، إذا كانت من الملثمين أو من ثوار المغاوير أو من السوتورو السريانية أو من بعض التنظيمات الأخرى، والتي تهدف إلى زعزعة وضع محافظة الحسكة، وخاصة أن هذه المحافظة هي فسيفساء جميلة جدا، فيها العربي والكردي والسرياني واليزيدي والتركماني والتشيتشاني. حقيقة بعد استكمال مسرحية محاربة تنظيم داعش أستطيع أن أقول بأن النظام حاليا قد يحاول بأن يزرع أو أن يرمي فتاشة بين العرب، ومن أجل إلباسهم ثوب الإرهابيين الجدد، من أجل أن يشتغل الإعلام في المرحلة القادمة على هذه الأمور. وكأنك تقول سيد مضر، وكأنك تقول بأن النظام هو وراء هذا التنظيم، تنظيم الجزيرة عربية سورية. أسمع من الأستاذ حسين جلبي رأيه، توقعاته، إذا كان لديه أي معلومات حول من يقف وراء هذا التنظيم. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. برأيي فعلا يبدو الأمر وكأنه بيان انترنتي مكتوب بحبر النظام، يعيش من كتبه وراء يعني خارج التاريخ أنه يمثل حزب البعث العربي الاشتراكي بشوفينيته المعروفة التي تلطى النظام خلفها طويلا، ومارس سياسة التطهير العرقي، ومارس سياسة السيطرة على سوريا، ابتلاع سوريا، السيطرة على الحكم، ونفذ مآربه بأن انعقد الأمر له حتى هذه اللحظة. توقعاتي أن النظام يتخيل أن ما زرعه خلال الفترة السنوات القليلة الماضية قد أتت كلها، وهو يلقي هنا قنبلة بين الجميع. أخشى أن يكون النظام بصدد تنفيذ بعض الاغتيالات، هو يحاول أن ينفذ، يمكن هو بصدد تنفيذ بعض الاغتيالات حتى يقول بأن هنالك قتال من أو عمليات انتقام بين الطرفين. إذن العملية لا تعد كونها عملية انترنتية قام بها النظام أو أطلقها النظام، وهو يستند إلى نعم. طب أستاذ مهند، إذا كانت قد اتفقا ضيفاي بأن النظام هو يقف وراء هذا التنظيم، ما الأدلة في ذلك؟ سيد الكريم، أنا تحية لك وتحية لضيفيك. أنا أتفق تماما مع ما قاله الأستاذ حسين شلبي والأستاذ مضر أسعد. جميع الأدلة تشير إلى أن النظام يقف وراء هذا البيان. طبعا الخاسر الوحيد من انسحاب داعش الذي تم بدون مواجهات حقيقية يعني أو كالتي شاهدناها في عين العرب، يعني المستفيد الوحيد هو النظام وميليشيات حزب العمال الكردستاني. ففي السابق كانت الحجة والذريعة جاهزة لقصف القرى ولقتل المدنيين وتهجيرهم. الآن لم يعد هناك من ذريعة سوى تشكيل الاستفادة من الاحتقان الموجود ومن عمليات التهجير التي تعرضت لها عشرات القرى العربية في مناطق ريفة الحميس وجنوب الرد وتل برك. إذا النظام أيضا لا أستبعد كما تفضل الأستاذ حسين شلبي أنه بصدد يعني القيام بعمليات اغتيال، وهذا ما تم التأكيد عليه في البيان نفسه عندما قال أصحاب يعني عندما وجه خطابا لأصحاب ما سماهم المشروع الانفصالي، وقال طب عمليات الاغتيال تستهدف من أستاذ مهند؟ تستهدف قيادات من حزب، يعني أتصور من قيادات من ميليشيات وحدات الحماية الشعبية أو من سياسيين أكراد من خارج هذا التنظيم من أحزاب أخرى وناشطين حقوقيين بالمنطقة. طيب يعني سأعود إلى سؤال آخر إذا تكرمت أستاذ مهند، لكن في البداية أذهب إلى الأستاذ مضر. أستاذ مضر، لماذا نذهب إلى أن النظام وراء مثل هذا التنظيم ونتناسى ما يقوله الناشطون بشأن الاعتداءات الأخيرة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي على القرى العربية؟ لماذا لا يتم ربطها بالأحداث الأخيرة؟ لماذا مباشرة كان الارتباط مع النظام؟ أولا نحن ندين الإدانة الشديدة وما قامت به إصابات البيدة المدعومة من النظام والمدعومة من إيران والمدعومة حتى من التحالف الدولي
بمحاربة القرى العربية ومحاربة الشرفاء الأكراد الذين وقفوا مع القرى العربية. وحالة التهجير التي حدثت كانت منعكساتها سيئة جدا على الجانب العربي وعلى الشرفاء في محافظة الحسكة بكافة أطيافهم. نحن نقول بأن البيان هو جاء في هذا التوقيت من أجل زيادة الشرخ ومن أجل إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب أو بالمكون العربي بالكامل. وبدأ ذلك من خلال تعيين العميد سهيل الحسن الذي تم تعيينه خلال ال 24 ساعة الماضية. أصبح هو الحاكم العسكري لمحافظة الحسكة، وأول عمل قام به من أجل زرع الفتنة أو من أجل يعني طمأنة العرب نوعا ما قام ب وزير أحد الكانتونات التي شكلها صالح مسلم وهو وزير الصحة، من أجل أن يقول للعرب أنه أنا جئت محايدا بين الطرفين. ولكن هذا الأمر هو يوقف شخص هنا ولكنه يقتل المئات ويشرد الآلاف في الجهة الأخرى. عزيزي الكريم، ويجب أن يعرف. نعم. طيب، على كل فقدنا الاتصال، لكن لا أعلم إذا أستاذ مضر ما زال معنا حتى نعلم ما الرسالة التي يود الحديث بها. سأتي بالأستاذ حسين جلبي. أستاذ حسين، لديك تعليق على ما تحدث به الأستاذ مضر الأسعد ومدى ارتباط هذا التنظيم بالأحداث الأخيرة الحاصلة؟ هو بالواقع يعني ردا على سؤالك للأستاذ مضر، أنا من خلال مراقبتي ومن خلال مراقبتنا كسوريين للنظام ولتصرفاتي أصبحت لدينا خبرة جيدة لا بأس بها بالنظام. يعني أصبحنا نعرف أين يضرب ومتى يتراجع ومتى يقدم. أنا كمراقب للأحداث أرى أن النظام مسيطر على المنطقة الكردية السورية أو منطقة الجزيرة، سمها ما شئت. النظام يدير اللعبة هناك، لا شيء يتم خارج السيناريوهات التي يرسمها. يضرب ضربة هنا وهنا وضربة هناك بهدف تفعيل يعني الخلافات الموجودة أو الخلافات البسيطة، يقوم بتضخيمها حتى يضرب المكونات ببعضها البعض، لأن هذا النظام كما نعرف جميعا يعيش على الأزمات، يعيش على الخلافات وعلى التباينات بين مكونات الشعب السوري. ما يهدف إليه النظام في هذه الناحية هو زرع المزيد من المخاوف حتى يرتمي من ما زال خارج السرب في أحضانه، حتى يزداد من يقف إلى جانبه التصاقا به. الواقع لم تعد ألعاب النظام تخفى على السوريين. السوريون هنالك مجموعة كبيرة من المثقفين العرب والكرد والآشوري وغيرهم من مثقفي الجزيرة، ما يجمعهم هو أكبر من هذه البيانات الانترنتية التي لا تنطلي على أحد. طيب أستاذ مهند، إلى هذه الدرجة هذا البيان له تأثير على الشارع العام حتى يقوم الجميع بلصقه بظهر النظام؟ طيب لماذا نستبعد أن تكون هي القبائل العربية أو العرب هي من قامت بهذا البيان، هي من كتبت هذا البيان دفاعا عن نفسها على أقل تقدير، خصوصا بأنهم متهمون بأنهم دواعش؟ سيد الكريم، لا أعتقد بأن يعني العرب قادرين اليوم على قيام بأي تشكيل عسكري خارج إطار النظام ويعني بشكل منفرد. ولو كانوا يعني يستطيعون القيام بذلك لاستغلوا وجود داعش في المناطق العربية وانضموا لهم وقاتلوا قوات الحماية الشعبية. على العكس تماما، كان يعني هم اتخذوا موقفا محايدا تماما باستثناء بعض الميليشيات المسماة بوحدات الجيش الدفاع الوطني والمغاوير. البيان طبعا اخذ اكبر من حجمه وهو طيب لكن استاذ مهند اذا تكرمت فقط، طيب نعم. مش بعض الاطراف من المعارضه واجزاء كبيره من الاطراف المعارضه تتهم البيادي انه على تحالف مع النظام؟ طيب اذا النظام هو وراء هذا البيان يريد ان يقوم باغتيال عدد من الشخصيات في هذا الحزب، لماذا هذه التمثيلية بالمقابل؟ يا سيدي الكريم، النظام يريد أن يكون هو الرابح الأقوى، وهو يعني هو الطرف الأقوى في المعادلة. الآن كانت موجودة هناك داعش، بعد أن انسحبت داعش النظام لا يريد أن تمتد يعني يتمرد عليه حزب العمال الكردستاني ويخرج من سيطرته، لذلك يلهيه بمعارك ممكن يعني مسرحيات أخرى ومعارك جانبية ورشقات طلقات من هنا ومن هناك حتى يخلط الأوراق ويخلط المكونات.
يعني حتى يعني مدى يعني ارتباط المعطيات لدينا موجوده في البيان، مدى ارتباطه بالنظام. طيب. يعني عندما يستخدم مصطلحات ذات ابعاد قوميه لا تختلف، يعني عندما يقول تنظيم الجزيره العربيه السوريه، يعني اليوم خلصنا من داعش والان اتت تهمه جديده تنظيم الجزيره العربيه السوريه، هي لا تختلف عن المصطلح التي يعني تتمسك بها الاحزاب الكرديه. طيب شو مشكلته الاسم؟ الكرديه وذات اغلبيه كرديه، يجب ان نبتعد عن هذه المصطلحات، وهذه ودائما نلقي باللائمه على من يسعر يعني استخدام هذه المصطلحات. طيب أستاذ مضر، بالمقابل النظام مش بحاجة لتنظيم جديد، يعني لديه الدفاع الوطني، لديه بعض العشائر أيضا متحالفة مع النظام، علاقته طيبة بالاتحاد الديمقراطي، لماذا هذا التنظيم الجديد، خصوصا أنه التنظيم الدولي انسحب من المنطقة؟ أولا النظام يعمل على مبدأ فرق تسد، ولهذا هو يحاول أن يجعل التفرقة دائما مشتغلة بين مكونات محافظة الحسكة. أستطيع أن أقول بأن نحن العام الماضي اجتمعنا مجموعة من العرب والكرد والسريان، اجتمعنا في مدينة مديات ديار بكر التركية وهي القريبة من مدينة ماردين، وتم الاتفاق مع كافة المكونات أن يكون هناك شيء معجل وشيء مؤجل في الثورة السورية. المعجل هو إسقاط النظام وبناء سوريا الجديدة، والمؤجل هو دراسة أو كيفية شكل الدولة المستقبلية. نحن نقول وأستطيع أن أقول بأننا في محافظة الحسكة الكل عندنا اتفاق بأننا نرغب بأن تكون سوريا القادمة هي سوريا اللامركزية، سوريا الديمقراطية، ولهذا النظام هو يحارب كل أشكال ما يتم طرحه حاليا بين المعارضة السورية، لأن في ذلك زعزعة له. وعندما أصدر هذا البيان هو أصدره من أجل أن يقول للأكراد بأن العرب هم ضدكم، ومن أجل أن يبرهن لباقي المكونات أن ما جرى للعرب هو صحيح. لكن بالمقابل أستاذ مضر لكن بالمقابل الأحداث الأخيرة توصل رسالة للعرب بأن الأكراد هم من ضد العرب، ليس العرب ضد الأكراد، إذا كان بهذا التوازن الحديث. نعم، أنا أستطيع أن أقول بأن الأكراد ليسوا هم ضد العرب. هناك فصيل سياسي واحد هو فصيل البيدة أو الحزب الديمقراطي التابع لصالح مسلم، هو ضد العرب وضد الأكراد كذلك. فهناك العشرات من الناشطين الأكراد تم اغتيالهم من قبل هذا الفصيل، منهم مشعل التمو، منهم ابن ديوانة، منهم جوان لطنة، منهم فيصل الباشا، وهناك وقام بتهجير الكثير من العائلات الكردية إلى العراق، وتم نفيهم إلى العراق وإلى تركيا. وبنفس الوقت هذا الفصيل هو ضد كل مكونات محافظة الحسكة، وهو من أجل تشغيل مصلحة ذاتية، وهو يعمل لمصلحة النظام ولمصلحة بعض الأجندات الخارجية. طيب بالمقابل أستاذ حسين، يعني حتى لو كان هو هذا الحزب الاتحاد الديمقراطي هو ضد العرب وضد الأكراد، لكن على أقل تقدير هو صاحب السيطرة، هو المهيمن على الأرض هناك. أستاذ لو سمحت لي أصحح معلومة يعني بهذا الشأن. تفضل. وجيد أنك سألتني بها. حزب الاتحاد الديمقراطي هو ليس ضد العرب وليس ضد مكونات الجزيرة، أنا لا أتفق معه في كثير من سياساته. نعم، وأدين كثير من الأعمال التي يقوم بها، ولكن حزب الاتحاد الديمقراطي له علاقات استراتيجية، علاقات تحالف مع بعض المكونات، بعض الأحزاب أو بعض التنظيمات التي أنشأها النظام كجيش الدفاع الوطني وغيره. حزب الاتحاد الديمقراطي يقوم ب يعني هنالك مجموعة المغمورين القادمين من الرقة يقوم بحمايتهم. إذا المسألة مسألة تحالفات. حزب الاتحاد الديمقراطي ليس ضد المكون العربي على طول الخط، والعرب ليسوا ضد الكرد على طول الخط. يعني هنالك نظام بنى الأمر على أساس تحالفات، قرب من مجموعات منه وأبعد مجموعات أخرى عنه. المسألة تتعلق لو استعرضنا البيان لرأينا بصمات النظام موجودة عليه من البداية إلى النهاية. طيب يعني طب أستاذ حسين، ألا تتفق بأن العمليات الانتقامية الأخيرة ربما هي ما تولد أفعالا انتقامية بالمقابل؟ طبعا لكل فعل، هذه نظرية لا أستطيع أن أنكرها، لكل فعل رد فعل،
ولكن العمليات الانتقامية وعمليات القتل النظام يقف وراءها، والنظام هو الذي يطرح اليوم العملية الانتقامية يرسم مسارها، ويجب أن لا ننجر خلفها. يجب أن لا نقول أن العرب هم اليوم بصدد الانتقام من الكرد جميعا. النظام هو يمكن هنالك نعم. طب أستاذ حسين، على أي أساس سنقوم بإقناع العرب بأن هذا البيان هو من حبر النظام وتوقيعه، وهم من هدمت بيوتهم وأحرقت ل10 قرى؟ والله نحن الآن 3 موجودون، 2 من الأخوة العرب وأنا، ونحن مقتنعون تماما. حتى يعني أنا مقتنع، بس بالمقابل أستاذ حسين الجميع مقتنع، لكن بالمقابل يجب أن يكون هناك حديث آخر، يعني حتى يتم النقاش، حتى نصل إلى معلومة. طيب الآن العرب اللي تهجروا من بيوتهم وحرموا أن يعودوا إليها حرقت بفعل حزب الاتحاد الديمقراطي حسب ما يقول ناشطين. هناك من يتحدث بأن ليس حزب الاتحاد الديمقراطي تنظيم الدولة، تنظيم الدولة غير موجود في هذه المنطقة. طب كيف قادرون الآن على الإعلام أن نقنع العرب بأنه هذا البيان ليس من تنظيم الدولة، ليس من النظام؟ يعني انظر إلى يعني فقرات البيان. يعني هو يتحدث عن أن المشروع، يعني وجه العربي للجزيرة، الجزيرة لم تكن بحياتها عربية سورية، وهي ليست كردية كردستانية حتى الآن على الأقل. يعني حتى الكانتونات المطروحة هي لا تقول بأن الجزيرة هي جزء من كردستان التاريخية التي يتحدث عنها الكرد. إذا يتحدث عن خيرات الجزيرة التي يجب أن تذهب إلى الحكومة السورية ويسيطر عليها النظام. لماذا لا تكون خيرات الجزيرة يعني كمرحلة أولى لصالح أبناء الجزيرة وما يفيض عنها كما هو متعارف عليه بجميع دول العالم يذهب إلى بقية سوريا؟ هو يتحدث عن نسبة 70% من العرب الموجودين في الجزيرة، وهذه نسبة يعني نسبة خيالية. يعني ليس هناك إحصاء دقيق، هناك تهجير، عملية تهجير كبير للكرد نتيجة الظروف التي مروا بها، نتيجة بعض الممارسات. نعم. هنالك بنتيجة الثورة السورية هاجر أو نزح كثير من المحافظات السورية الأخرى إلى الجزيرة الحسكة والقامشي وغيرها وديريك، حتى لا نستطيع أن نتحدث عن يعني نسبة ثابتة أو نسبة تستند إلى يقين. يتحدث البيان عن جزيرة ذات لون واحد، جزيرة لم تكن يوما من الأيام بلون واحد. نحن متفقون جميع مكونات الجزيرة على أننا يعني هنالك تنوع، يتم احترام التنوع، ولا نستطيع أن نفرض بالقوة، يعني نستطيع أن نفرض بالقوة وجها واحدا للجزيرة. هو يتحدث عن فرض الحديث عن جميع المكونات الآن كما تفضلت، مكونات من عرب، أكراد، أشوريين، أرمن وسريان وغيرهم الكثير. شكرا لك أستاذ حسين جلب الحقوقي والكاتب الصحفي ضيفي عبر سكايب من ألمانيا. شكرا لك أستاذ مضر الأسعد كاتب صحفي ضيفي من أورفا. شكرا لك مهند القاطع الناشط الحقوقي ضيفي من اسطنبول. إلى فاصل أيها الأفاضل.